اهلا بيكم في عالم ياسمين، والنهارده بقى هعمل لكم فيديو من الاخر. طبعا احنا كلنا في الشتاء، مفيش حاجه بتدفينا قد محشي، وتحديدا بقى الكرنب يا جماعه، ملك المائده. الكرنب ده من الحاجات اللي بتدي زيها زي المعجنات كده بالظبط في البيت. احساس كده حلة المحشي وهي محطوطة على البوتاجاز، والريحة مالية الشقة كلها. كمية دفى بيفكرني كده يا جماعة زمان بالولعة كده اللي كانوا في البلد بيولعوها عشان نقعد كده نتلفى حواليها ونتدفى جنب كوباية شاي ولا حاجة تتعمل عليها. مش قادرة اقول لكم، يا الواحد بيتفرج على الفيديو انا حاسة ان انا دفينة. ريحة المحشي فظيعة، يمكن كمان اكتر من اكل المحشي. وطبعا ده الموضوع مختلف كمان، المحشي وهو سخن كده والبخار طالع، مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم جماله. المهم يا جماعة نخش على الموضوع. انا جبت كرومباية صغيرة خالص، دي اصغر كرومبة عدت عليا حقيقي. فقلت بقى ايه، انا اصلا بحب الكرومب الصغير جدا في العمايل، غير غير الكرومب الكبير. انا غير ان الورق بيبقى مهوي كده وحلو، بس الكرومباية الصغيرة مختلفة عن الكبيرة في انها، غير انها مورقة طبعا، في انها بتبقى مسكرة جدا فعلا. فانا اصلا غاوية الكرومب الصغير غير الكرومب الكبير. طيب انا بقى هنا هوريكوا، طبعا انتوا كلكوا شاطرين وحلوين، بس انا قلت اشارككوا بقى بالكرومبايه الصغيره بتاعتي دي النهارده. انا هقطع بقى الراس بتاعه الكرومبه دي عشان خاطر تبقى سهله معايا وانا بسلقها. طبعا برضو نخلي بالنا بقى واحنا بنقطعها. هي اسمها مش بقطعها، احنا بنقور الكرومبة عشان خاطر الورق يفرفر كده معانا، ويبقى سهل في ان احنا نسلقه. طبعا انا بقى مختلفة عن ناس كتير في ان هم مية سليق الكرنب بيحطوا بقى فيها ملح وكمون وكلام من ده. انا مش بعمل كده خالص، هتشوفوا معايا. بس انا لسه بكمل في تقوير الكرنبة يا جماعة. عشان خاطر بصوا انا بشيل الكرنبة دي اللي هو قلب الكرنبة تماما، عشان خاطر اعرف اتعامل مع الكرنبة وهي بتتسلق. بصوا بقى قلبها بقى فاضي خالص. بصوا مورقة ازاي، كل ورقة بعيدة عن التانية. فده كمان بيخلي ان الورق مش بيبقى مضلع بقى يا جماعة، هتشوفوا دلوقتي، وبيبقى زبدة زبدة. الكرنب الكبير بيبقى غالبا، مش كله برضو، بيبقى فيه ورق مضلع وتخين، ويبقى الصباع طالع كبير في الاخر. المهم انا هنا حطيت المية بتاعت سلق الكرنب، وانا على فكرة مش بحط ملح ولا كمون نهائي. بس انا هنا رحت حاطه سنة سكر في المية عشان خاطر كنت قلقانة الكرنبة ما تبقاش معسلة، بس الحمد لله كانت تحفة. المهم طبعا احنا بنقلب الكرنبة على راسها. انا هنا للأسف ما كنتش جايبة حلة كبير، بس ما علينا، هي الورقة البخار اصلا هيدوب الورق بالتدريج يعني، فهتلاقوها كده اهي. طبعا انا قلبتها بقى بعد كده على الناحية التانية بكل سهولة، وابتدت بقى ان هي ايه، ما بتاخدش يا جماعة اصلا في مية السليق كتير، لان الورق بيتهري. ابتديت بقى ان انا اطلع ورقة ورقة كده زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم بقى، ناس كتيرة ما بتحبش ريحة الكرنب وهو بيتسلق كده، لكن انا بالنسبة لي موضوع مختلف. هنا بقى بصلاية واحدة محدش يعترض. البصل انا عارفة ان الكيلو ب40 جنيه، بس هي واحدة يا جماعة، لان البصل ده من الحاجات اللي لما بيتعمل محشي بيبقى خرافي، تحفة تحفة. المهم طلعت ورق الكرنب على مية ساقعة عشان ما يتريش، واشطفه كده بقى شطفة حلوة علشان ابدأ اقطعه ونكمل حشو. طبعا انا هنا سلقت، لا قصدي غسلت الفراخ وحطيت فيها ليمونة وشوية ملح. طبعا دي بتقتل اي زفارة، اي حاجة مش كويسة كده في الفراخ. انا عندي بقى كنت مجهزة الخلطة بقى للأسف من بالليل. عايزة اقول لكم ده بصلتين كبار، وطبعا الطماطم والرز، وخليت الخضرة عشان احطها معاكم، لان الخضرة لما بتتحط زي ما انتوا شايفين كده، اما بتتحط في الاخر بتبقى باينة وريحتها بتبقى اجمل صراحة، وهي
وهي بتستوي، يعني بتبقى الريحة مفحفحة كده، مش قادرة اقول لكم انا جوعت ازاي وانا بمنتج لكم الفيديو. المهم الخلطة دي كمان انا من التكات الحلوة اللي انا بحبها فيها ان انا بحط لها بصل كتير غير الرز. البصل كل ما بنكتره، وطبعا الطماطم والبصل كل ما بنكتره كل ما بيدي تسكيرة طبيعية كده للخلطة بتاعة المحشي. مش طبيعية يا جماعة، حلوة فعلا. المهم فأنا طبعا الكرومبة أنا ما كنتش لسه ما كنتش لسه سلقتها. المهم فبعد كده انا شكلي كده جبت لكم الفيديوهات من الاول. انا بحط الخضره اهو معاكم. الخضره دي زي ما انا قلت لكم يا جماعه انا بحب احطها في الاخر عشان خاطر ما تغمقش وتدبل كده في الخلطه، وكمان بتدي ريحه مختلفه. الموضوع فعلا بيفرق، شويه التكات الصغيره دي بتفرق فعلا في المحشي كتير. طبعا كل شيخ بقى وليه طريقته، كل واحد ليه طريقته اللي هو بيحبها. شاركوني بقى تكاتكم كده في الكومنتات، انتوا بتعملوا ايه التكات اللي بتفرق معاكم في المحشي. انا بحب برضو ان انا انوع، يعني بحب اجرب كل حاجة. بس بصراحة انا جربت طرق كتير، دي اللي صمدت معايا. بصوا البصلاية بقى هنا لما احنا سلقناها، احنا عملنا لها فتحة من الجنب، فهتبقى سهلة معايا ان انا افرفطها كده، فرفط الورق من بعضه. حلو مصطلح افرفط دي. المهم بصوا ضلعت الكرنب اللي انا هحطها في الحلة، وعامله كده قرنين فلفل مقوراهم احمر، بيدي بقى تست وريحه مش قادره اقول لكم فظيعه. وانا بحشي الضلوعه دي يا جماعه. سبحان الله لما بتتحط في الحله كده، عامله زي ورق العنب. لما بنحط العيدان بتاعه ورق العنب في حله المحشي كده تحت الصوابع، بتدي تست مش طبيعي، تحفه تحفه. غير ان احنا برضه عشان المحشي ما يتلسوعش معانا كده. المهم فانا بقى هنا هبدأ ان انا احشي بقى معاكم. طبعا زي ما قلت لكم بقى، شايفين الورق بتاع الكرنب ما شاء الله حلو، مش تخين ولا حاجة. الورقة جميلة ورقيقة دي بقى، عايزة اقول لكم وهي بتتاكل كده زي ما انتوا شفتوا هتبقى عاملة زي الزبدة، مش ممكن جمالها يعني. المهم ادي بقى صباع المحشي اهو يا جماعه، شايفين صغير اهو، عشان ما حدش بقى يتريق عليا ويقول لي وده البصل لما انا حشيته. بص شكل اللون البنفسجي يا لهوي، مش ممكن مش ممكن، لما بيستوي بيبقى حاجه مش طبيعيه. المهم بقى انا عايزه اقول لكم برضو ان انا بالنسبه للف محشي الكرنب، بصوا مفيش اسهل من كده. غير بقى محشي ورق العنب بيبقى دمه تقيل على قلبي بطريقه وانا بحشيه، لا مش ممكن. وبصوا برضو جمال الخلطه، مش قادره اقول لكم حلاوتها وطعمتها. المهم برضو الخلطه عليها عامل كبير في المحشي. كل حاجه بصراحه، كل خطوات المحشي عليها عامل كبير في طعم المحشي النهائي يعني. بصوا الصباع عامل ازاي، بصوا الصباع نفسه ممسوح، ما فيهوش رز، ما فيهوش. ها يا جماعه طبعا فاهمين نفسكم انا بتكلم على مين. المهم انا بقى جبت الفلفل بقى هنا اهو، فلفل شطه احمر. انا بحب الالوان قوي بقى يا جماعه في المحشي كمان. الحله كده وانتوا بتنزلوها على السفره وبتحطوها كده في سرفيس التقديم، والالوان بقى المبهجه دي نازله بقى منها، يا تخيلوا بقى معايا المنظر. مش قادره اقول لكم، بتفرق جدا سواء في الطعم او في الشكل او في القيمه الغذائيه، كله بيفرق. المهم وانا جبت الراس بتاعه الفلفلايه كده، غطيتها من ظهرها عشان خاطر الرز ما يطلعش ويبهدل حله المحشي في الاخر. تمام. المهم بقى يا جماعه بصوا بقى البصلايه، بصوا بقى البصلايه، وانا سلقتها زي ما انا ما قلت لكم. هطلع بقى الشقه اللي انا شقتها بالسكينه دي. البصل بيطلع عايزه اقول لكم بكل سهوله، سهل جدا، ولازم تجربوه بجد. البصل ممتع جدا، بصلايه مش هتفرق يا جماعه.
انا عارفة الكيلو غلي، وربنا يا رب يكون في عوننا جميعا. بس فعلا البصل ده مش ممكن، انا ريقي جري. لا انا ريقي جري بجد، البصل تحفة. بصوا بقى بيطلع معانا بكل سهولة على فكرة بقى، عشان ايه؟ احقاقا للحق برضو، احنا كمصريين ما كناش بنعمل، او انا ما شفتش طريقة البصل دي. احنا كنا بنقور البصل. بصوا بقى قلب البصل اللي هو مش هينفع يتحشي ده، انا حطيته في ايه؟ في قعر الحلة. احقاقا للحق يعني انا ما كنتش بشوف حد بيعمل البصل كده غير لما شفناها بقى في الضلمة وكده. فبقينا كمان احنا مؤخرا بقينا نعمل، بصوا صباع الكرنب ما فيهوش رزايه ازاي. بصوا بس كده، ملوا عينيكوا. صباع المحشي انا بلفه ما فيهوش رزايه على الصباع. بصوا شايفين الصباع عامل ازاي؟ عشان ما يبقاش الحله بعد ما تستوي ونغرفها نلاقي الرز كده طالع وبهدل شكل المحشي، ونبوظ الوقفه بتاعتنا في المطبخ، والشغل اللي احنا بنشتغله دوت على شويه حاجات ايه مفترض انها تافهه بس بتفرق جدا طبعا يعني. المهم بصوا الصباع بقى في الاخر زي ما انا ما قلت لكم ما فيهوش رزايه. المهم بقى انا هحشي بقى معاكم البصل اللي انا قلت لكم احنا كنا الاول بنقوره. بصوا بقى الطريقه ديت فرقت جدا. انا حشيت الحله اهو، والوزه على فكره ما بستغناش عنها. انا الوزه كمان يا جماعه حشيتها عشان انا بحبها. تمام. وبصوا بقى الخلطة الباقي منها حمرا ازاي. كان عندي بقى شوية ورق كرنب وكده، فقلت ايه اخليه بقى، ابقى اجيب جنبه شوية بتنجان ولا حاجة واعمله. المهم بصوا يا جماعة لوحة فنية. لا مش ممكن، الوز ده تحفة 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 تحفة. طبعا بصوا برضو شكل الحلة ما فيهاش رزاية يا جماعة طالعة، ما فيهاش ايه. المهم احنا بقى سوينا المحشي، وللأسف الشديد للأسف الشديد يعني انا مش عارفة هو انا اتلخبطت في الفيديو ولا ايه. بصوا شكل بصوا على فكرة في حتت كده هتلاقوها بيضة انا حاطة على وشها قشطة. تمام. مش قادرة اقول لكم. مش قادرة اكمل الفيديو، يا لهوي انا جعت. لا 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 مش ممكن، انا جعت فعلا. لا المنظر بيشهي يا جماعة. الحلة دي فيها ايه؟ فيها محشي. المهم طبعا والله العظيم انا عايزة اقول لكم برضو كلنا شاطرين في المحشي، بس احنا سبحان الله لينا كده نفس في المحشي مش طبيعي. فعلا برضو احنا لازم نعترف ونقر ان النفس دي حاجة كده ايه من عند ربنا والله يا جماعة. والطعم كمان، ودايما نذكر الله واحنا بنعمل اكل. بصوا بقى شكل المحشي عامل ازاي.